النهارده الفيديو التاني من ان انا اجاوب على الاسئله بتاعتكم. لو حد عنده اسئله يكتبها لي في الكومنتات تحت في اي فيديو من فيديوهات اليوتيوب او على الانستجرام باشا روسيا، وان شاء الله هعمل فيديو كل اسبوع وارد على الاسئله. قبل ما ابدا يا جماعه اتذكروا انكم تعملوا لايك لكل الفيديوهات وشير عشان كله يستفيد، وعايزين نكبر بالقناه لاكتر حاجه ممكن نوصل لها. اول سؤال يقول لك هل ينفع افتح حساب بنكي قبل ما اروح روسيا؟ تعالوا بس نعرف الاول انت عاوز ورق ايه او مستلزمات ايه عشان تفتح حساب بنكي. اول حاجه تحتاجها هو الباسبور بتاعك اللي هو جواز السفر، وكمان الفيزا والاقامه وورقه المطار. يعني الاربع حاجات دول تحتاجهم عشان تفتح حساب بنكي. اما تفتحه لو رحت اللي هو مكتب عشان تفتح حساب بنكي، او من على النت تطلب بطاقه من على النت. طب انت دلوقتي في مصر هل معاك اقامه؟ لا عشان ما جيتش في روسيا. طب هل معاك ورقه مطار؟ برضه لا عشان ما جيتش في روسيا. ممكن يكون معاك فيزا اللي هي 3 شهور قبل ما تيجي روسيا، ومعاك جواز السفر بتاعك، فالورق مش كفايه عشان تعمل حساب بنكي. اما حساب بنكي سبير اللي تروح فروع وتعمل حساب بنكي، او تنكف تطلبه اونلاين، مش هينفع ده او ده. فنصيحه مني انا، خد معاك مثلا $100 او $200، فلما توصل روسيا حولهم، واول ما تيجي روسيا خلي حد يبعت لك فودافون كاش الخ واعمل بقى حساب وظبط دنيتك. بس خد معاك فلوس قليله تسندك شويه، او لو في حد عندك ثقه موجود في المدينه اللي انت عارفها صاحبك بقى يلخم من الكلام ده، ابعت له بفودافون كاش فلوس يخليها معاه لحد ما تيجي يديها لك، لحد ما تعمل حساب بنكي وتظبط الدنيا. والحساب بنكي يا جماعه مش بياخد وقت، ممكن من يوم ل3 ايام، فالموضوع مش حوار يعني. وكده كده ورقه المطار بتاخدها اول ما تيجي المطار في روسيا، وكمان الاقامه بتاخدها يوم او يومين، فالموضوع مش هيطول معاك. سؤال لو كسرت حاجه هياخد كام من التامين؟ هو قصده التامين ان انت لو ساكن في شقه، ساكن في اوضه الخ، يعني في ناس بياخدوا فلوس تامين. يعني مثلا انا باجر شقه، اللي هو انا رايح اجر شقه، لا شقه بكام؟ ب20,000 روبل ليا انا و3 صحابي. فالراجل بيقول لنا هتدفعوا تامين 10,000 روبل. التامين ده ليه؟ لو حاجه اتكسرت، لو في حاجه بتاع، فهنعمل تصليحات بالفلوس دي. لو مفيش حاجه اتكسرت هرجع لك الفلوس لما تيجي تمشي من الشقه. بس هو بقى السؤال لو كسرت حاجه ياخد كام من التامين؟ هو على حسب الحاجه. مثلا لو عملت مصيبه صغيره، كسرت ستاره، كسرت حاجه بسيطه خالص، ممكن 500 روبل، 1000 روبل بالكتير. طب لو بوظت ثلاجه، لو بوظت او كسرت مكيف، لو كسرت الباب، ممكن 3000 4000 5000. فوانت طالع فانت حاول ما تبوظوش حاجه اللي انتوا في الشقه عندكم. عشان برضه يا جماعه لازم نفهم ان احنا عايشين في مكان لازم نخليه نظيف، نخليه كويس، علشان ده المكان اللي احنا عايشين فيه. المكان اللي احنا عايشين فيه لازم يكون دايما كويس. فما تحاولوش تبوظوا حاجه عشان بجد هيتاخد من فلوس التامين بتاعتكم. حتى لو صاحب الشقه ما خدش فلوس تامين، فلما تيجي تمشي من الشقه هيقول لك حاجه اتكسر مش عارف ايه، وهيقول لك هات فلوسها. فخلي الدنيا كويسه احسن. فباختصار كده ان الحاجه اللي تتكسر على حسب بقى، حاجه صغيره ب 500 1000 2000 3 مش عارف ايه، وانت طالع بقى على حسب الحاجه. سؤال تاني خالد، هو ينفع ادفع ثمن مصاريف سنين دراسه لطب الاسنان، 8 السنه التحضيريه وال5 سنين مره واحده، ولا مش ينفع ولا لازم كل سنه ادفع مصاريف السنه؟ اتمنى تجاوب على السؤال عشان محتاج اجابه باسرع وقت. يعني هو باختصار كده اللي انا فهمته ان انت مثلا لما في السنه التحضيريه او في سنه اولى عاوز تدفع فلوس الدراسه كلها بتاعت كل السنين عادي في نفس السنه بتاعتك. يعني انا مثلا دلوقتي في سنه اولى عاوز ادفع فلوس سنه اولى وثانيه وثالثه ورابعه وخامسه وانا لسه في سنه اولى. ده اللي انا فهمته من السؤال. طب هل ينفع تعمل الموضوع ده؟ ينفع عادي خالص بالعقد بتاعك. شوف تدفع بالدولار او تدفع بالروبل وادفع. بس انا مش بفضلها قوي. ليه؟ علشان ممكن ما تحبش الجامعه تكمل فيها، ممكن ما تحبش تكمل في الجامعه، ممكن تحب تحول، فانت تدفع فلوس من جامعه ولسه بقى حوار ان الجامعه ترجع لك فلوسك وموال كبير يعني، فاهم؟ وكمان مش حد عارف اللي يحصل بكره، فخليك ادفع سنه بسنه احسن، سنه بسنه احسن. وكمان لو افضل بقى ترم بترم، الترم الاول بعدين الترم الثاني، الترم الاول بعدين الترم الثاني، كده افضل انك تكون احسن. وشوف بقى لو عاوز تحول جامعه ثانيه، او مثلا لو عاوز ترجع مصر، او عاوز اي حاجه في اي حاجه تكون تحت السيطره. سؤال تاني بدي اسالك، لو انا وصاحبتي استاجرنا الشقه بتكون فيها اكتر من غرفه نوم، ويكون فيها حمام ومطبخ خاصين، وكم اسعار تاجير الشقق عاده؟ وهل مسموح وجود الحيوانات سواء بالسكنات او بالشقق او بالهوستلات؟ ايش المسموح نجيبه معنا بالشنطه مثل الزيت مسموح؟ ويا ريت تفهمنا عن موضوع المواصلات اكتر وكيف نشتري بطاقه مواصلات. شفت الفيديو بس مكان واضح كتير، انت دللنا حاليا ويعطيك الف عافيه يا رب. والله الف شكر على الكلام دوت، وان شاء الله هحاول يعني افيدكم اكتر واكتر بكل الفيديوهات، فاتاكدوا انكم تشوفوا كل الفيديوهات الجايه. السؤال ده متقسم كذا سؤال، فتعالوا نجاوب حته منه. هل لو احنا اجرنا الشقه بيكون فيها اكتر من غرفه نوم؟ عادي. في شقق فيها بيكون اوضه، في شقق بيكون فيها اوضتين، وفي شقق بيكون فيها 3، وفي شقق بيكون فيها 4. وكمان كل ما تكتر اوض كل ما السعر يزيد. وكمان في شقق بيقول لك مكونه من اوضه واحده
بس اوضه وصاله، فالصاله دي تعتبر اوضه تانية، واخد بالك؟ الصاله اوضه فتعتبر اوضتين، بس هي اوضه وصاله. وفي شقق لا، في شقق اوضتين اللي هو اوضتين منفصل، اللي هو اوضتين منفصلين، وفي حته صاله بسيطه ودي يسموها اوضتين. لو اوضه وصاله، اوضه وبعدين صاله وبعدين بقى الحاجات التانية، فيعتبر اوضه وصاله اوضتين، في كده وكده. وطبعا ده كله باسعار تختلف، وبيكون فيها حمام مطبخ خاصين. لو شقه طبعا بيكون فيها حمام مطبخ. لو اوضه في هوستل لا، مش بيكون فيها حمام مطبخ، مشتركين، مش خاصين يعني، بيكونوا مشتركين للناس كلهم، بس خاصين بيكون في شقق بس مش في اوض. ممكن في استوديوهات برضه، لو اجرت استوديو بيكون عباره عن اوضه واحده استوديو وفي حمام مطبخ، بيكونوا خاصين برضه. كما صعد غير الشقق عاده، الشقق الاوضتين ممكن تقول من 16,000 روبل وانت طالع، ده في اغلب المدن الروسيه في المتوسط. في اقل من كده، في اعلى من كده، بس قول اوضتين ب 16,000 اللي هو اوضتين منفصلين بقى، اوضه واوضه. لو اوضه وصاله مثلا قول برضو ب 15 اللي هو من 16 وانت طالع، ده المتوسط. ب 16 بالكهرباء والميه وكل حاجه، ب 16 اللي هو بكل حاجه ب 16. في بقى 18، في ب 20 الخ، ده حسب برضو مواصفات الشقه، الريمونت اللي هو شكل الشقه كويس حلو وحش، التقفيل بتاع الشقه، الحاجات اللي في الشقه، ده كله بيختلف. فالمتوسط 16 وانت طالع. وهل مسموح وجود الحيوانات الاليفه؟ ده بتوقف على صاحب الشقه، لازم تسالوه الاول، قولوا له هل ممكن مثلا نجيب قطه، هل ممكن نجيب كلب، هل ممكن مش عارف نجيب قرد. لازم تسالوه وهو يقول او لا. لو لا خلاص ممنوع ما تجيبوش، لو قال عادي تجيبه. بس اكتر الناس مش بيحبوا، علشان لما تجيب مثلا قطه او كلب او الخ، انت كطالب فمش بيكون عندك الوقت انك تعتني بنفسك، فتعتني بالحاجات دي ازاي؟ فممكن تبوظ الشقه، تقطع الفرش الخ. فلا تسال صاحب الشقه الاول. وايش المسموح نجيبه معانا بالشنطه؟ الشنطه بتاعت السفر نجيبوا فيها اي حاجه طبعا، ما عدا بس اللي هو في شنط اللي هي تطلع الطياره، وفي شنط اللي هو بتروح عادي، اللي هو الشنطه الكبيره اللي بتروح عادي في الطياره، والشنطه الصغيره اللي بتطلعها معاك وانت طالع الطياره. فالشنطه اللي انت معاك ممنوع تجيب فيها حاجات معدنيه، مفك، سكينه، مش عارف حاجات من ديت. والشنطه اللي بتروح ديت الشنطه الكبيره بتاعتنا ممكن تحط فيها سكاكين والدنيا عادي براحتكم. فهاتوا اي حاجه يعني. في فيديو برضو عملته قبل كده تجيبوا انتوا جاي روسيا، يبقوا شوفوه. ويا ريت تفهمنا عن موضوع المواصلات اكتر، وكيف نشتري بطاقه المواصلات. بطاقه المواصلات في كل مدينه يا جماعه بتختلف عن المدينه الثانيه. يعني مدينه فولجراد في مكان بيبيع بطاقه المواصلات، في مدن تانية في مكان بيبيع مدينة المواصلات، مش عارف ايه. فانت عشان تعرف المكان اللي بيبيع بطاقة المواصلات لازم تسأل الناس اللي في المدينة الأكبر منك إلك عشان يقولوا لك. أنا مش عارف كل المدن، أنا عارف بس فولجراد، في دي الفكرة. وكده خلصنا السؤال. نروح السؤال التاني. ممكن أعرف متوسط سعر الشقة أو الشقة اللي أنت فيها لوحدك عاملة كام؟ برضه شبه السؤال اللي فات، سعر الشقق. واللي انا قاعد فيها دي مش شقه، دي اوضه في ابجيتي او اوضه في هوستل الخ يعني. فلوسها حوالي 110 دولار تقريبا، 9,000 روبل. وفي فيديو عملت قبل كده اسمه انا ساكن فين في روسيا، هو على الاوضه ديت، شوفوه برضه. وبس يا جماعه كده انا جاوبت على الاسئله بتاعتكم، 5 اسئله جاوبت عليها. اكتبوا برضه اسئلتكم تحت وعلى الانستجرام وابعتوا لي في كل حته، والفيديو الجاي هجاوب على 5 اسئله ثانيه. وبس ما تنسوش بقى اللايك وكل حاجه، واشوفكم في الفيديو الجاي، وسلام.